ليه باتمان بيرفض يستخدم السحر عشان يبقى أقوى؟ كلنا عارفين إن باتمان ما عندوش قوة خارقة، ده لو مش هنحسب طبعا فلوسه اللي ما بتخلصش، بس هو ليه مش بيتعلم السحر أو على الأقل يطير زي سوبرمان بدل ما هو مقضيها لفة بالعربية؟ والبنزين أسعاره مش لطيفة الأيام دي، بس هو فعلا يا صاحبي بروس زمان قبل ما يبقى باتمان كان هيتعلم السحر لما اضرب عند ساحره اسمها زتانة، وأبوها كان رايح أصلا عشان يتعلم فن الهروب من أي مكان مقفول، بس لما شافهم بيتكلموا عن السحر بقى عنده فضول يتعلمه، وبعد كام يوم قدر يلاقي كتاب سحري يخليه يتكلم مع أي حد رحل عن العالم. ساعتها راح لأبو زتانة وقال له علمني السحر عشان أعرف أتكلم مع أبويا وأمي. زتانة حذرت أبوها وقالت له اللي زي بروس لو اتعلم السحر يبقى خطر على العالم، وفعلا أبوها سمع كلامها وقال لباتمان أنت مش لازم تتعلم السحر عشان تقابل عيلتك، أنت طالما لسه فاكرهم فهم عايشين معاك وحواليك للأبد. ساعتها بروس اقتنع إن مش السحر هو اللي هيخليه بطل، لكن الوعد اللي قسمه على نفسه إنه يحمي المدينة عشان مفيش حد يخسر شخص عزيز عليه زي ما حصل معاه.